السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم معايا في قناتي حياتنا بالمصري. بما ان احنا في الصيف والبطيخ بقى كتير والموسم بتاعه بدأ، فلازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد البطيخ وقد ايه هو فيه مضادات للأكسدة ومفيد جدا لمرضى ضغط الدم ومفيد للقلب، ويعني حاجات كتيرة جدا 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 لو اتكلمنا عليها ممكن ناخد كذا حلقة. لكن انا عاملة الفيديو ده بالذات علشان حاجة مهمة جدا انا اتعرضت لها شخصيا، ودي من الحاجات اللي حيرتني كتير جدا. هي حساسية الشمس. بما ان الصيف بقى بيكون الحرارة فيه عالية ودايما احنا بنتعرض للشمس، فبيحصل لنا احمرار لبشرتنا او للجلد، وبنبتدي نعاني من الموضوع ده. بنجيب كريمات ومرطبات من الصيدلية، لكن برضو ما عملتش برضو يعني معايا النتيجة المطلوبة. لكن في الحقيقة في حد أعرفه وصف لي البطيخ، لكن مش البطيخ نفسه إنما القشرة بتاعت البطيخ. فالوصفة دي من ساعة ما عملناها وهي ممتازة جدا. بصراحة ما خلتناش نشتري أدوية تاني من الصيدلية نهائي. مجرد ما بنتعرض للشمس بيحصل تهيج لبشرة الجلد، بنبتدي ان احنا نعمل لها تدليك بسيط بقشرة البطيخ، الحساسية بتختفي تماما. طيب ايه الاهم بقى من ان هي بتختفي؟ طبعا دي اتكلموا عنها كتير خبراء التجميل، ان فوائد قشرة البطيخ للبشرة قد ايه هي مفيدة جدا. طبعا بما ان الستات دايما بتبحث عن الكريمات اللي بتضيع اثار التجاعيد وتخلي البشرة بيور ونقية، فطبعا البطيخ وقشرته كمان من اهم الحاجات اللي بتخلي البشرة نضرة ونقية. كمان بتأثر قوي في تقليل الحبوب، يعني حب الشباب لما بيظهر نقدر نتعامل معاه بقشر البطيخ بيختفي بنسبة كبيرة جدا. يبقى بفكرة بسيطة جدا احنا مش هنستفيد من الفوائد الكتيرة اللي في البطيخ اللي هو الجزء الأحمر اللي احنا دايما بناكله، لا هنستفيد كمان من القشرة بتاعته كترطيب للبشرة، شد للبشرة، بيخفي آثار التجاعيد. طبعا بيخلي فرصة البشرة انها تتأثر بالشيخوخة ويبان عليها العلامات التجاعيد طبعا تبقى قليلة جدا. بيعمل شد حلو قوي قوي للبشرة. بنلاحظ نعومة كمان بعد استعمال قشرة البطيخ، بيوحد اللون. فوائد كتيرة قوي. يمكن احنا لما هنتعامل معاها طبعا هي حاجة مش مكلفة بالنسبة لنا، ما لهاش اي تحضيرات، مجرد تعامل مباشر مع الثمرة نفسها من خلال الجزء الأحمر اللي احنا بناكله والجزء اللي احنا دايما بنرميه اللي هي قشرة البطيخ. طبعا في ناس كتير اتكلموا عن الموضوع، لكن كان دايما شاغلني موضوع الحساسية ده، انه كتير مننا بيتعرض له وكتير مننا بيعاني منه جدا جدا، ومش كل الأدوية بتجيب نتيجة. لكن فعلا القشرة بتاعة البطيخ الفعالية بتاعتها قوية جدا، يعني مجرد ما بنتعامل بالقشرة ومررها على الجلد التأثير بتاعها بيكون قوي جدا. هنشوف مع بعض طريقة بسيطة دلوقتي ازاي هنحضر قشرة البطيخ بطريقة سهلة جدا من غير ما نعمل طرق معقدة. ازاي هنستعملها ونستفيد من كل الفوائد اللي فيها، سواء للبشرة او سواء للشعر او سواء كمان للحساسية. طبعا البشرة ممكن في ناس يعني مش بتعاني من الحساسية ولا حاجة، لكن حابة ان بشرتها تكون صافية ولونها موحد وناعمة، هتقدر برضو انها تستخدمه بطريقة بسيطة جدا. قبل ما نبدأ ونشوف هنستعمل القشر بتاع البطيخ ازاي، دايما واحنا بنقطعه بينزل سوائل في الطبق اللي بنقطع فيه، والسوائل دي ما هي الا نفس المكون بتاع البطيخ نفسه. ده من غير مجهود خالص بيكون موجود في الصينية او في الطبق اللي احنا بنقطع بيه. ده لوحده ماسك للبشرة، يعني احنا نقدر ان احنا نعمل كده ونمرره بالشكل ده بشكل دائري على البشرة، بشرة الايد او بشرة الوش. الطريقة دي سهلة قوي وما فيهاش اي مجهود، لكن فوائدها كبيرة جدا. مجرد ما بنمرر كده بس تدليك كام دقيقة بس وابتدي نسيبه. نقدر نسيبه لحد ما ينشف خالص.
بعد كده بنغسله، يعني ممكن يقعد لمدة نص ساعة او اكتر شوية. هو مجرد ما بينشف بنبتدي ان احنا نغسله بمية عادية. بنستفيد جدا جدا من الطريقة دي بكل بساطة. بكده بطريقة بسيطة جدا استفدنا من المية اللي نزلت من البطيخ واحنا بنقطعه لعمل ماسك من غير اي مجهود ومن غير اي تحضيرات خالص. دي حاجة بسيطة جدا. نفس الطريقة لو حبينا، يعني احنا مثلا مش هنشتري بطيخ كل يوم. طب هو لو موجود هنستعمله بالشكل ده. طب انا عشان ابتدي ان انا اشيل عندي كمية استفيد بيها، باخد الجزء الاحمر ده ومجرد ان انا ابشره بالمبشرة، او يعني انا هقطع الجزء اللي هنا بس كده. انا هستعمل الجزء اللي هو الاحمر بس. هقطع الجزء ده ومجرد ان انا اشيل البذر منه. ممكن ان انا افرمه في الخلاط او في الكبة او حتى ابشره بالمبشرة. وهبتدي ان انا اصبه في القالب بتاع التلج، القوالب اللي هي الصغيره بتاعه التلج. مجرد ان انا اجمده بس في الفريزر هستعمله بالشكل ده. هطلع مكعب واحد، وبالليل، ويفضل طبعا انه يكون بالليل، همرره على البشرة بتاعه الوش او الايد في شكل برضو دائري كده، بعملية تدليك بسيطة جدا. هتلاحظوا الفوائد بتاعته لمجرد بس الاستعمال المبدئي منه. يعني مش لازم ان احنا نقعد فترة كبيرة، هو فوائده بتبان من البداية. دي طريقة تخزين بسيطة للبطيخ علشان يكون موجود عندنا باستمرار لو حبينا ان احنا نعمله بشكل يومي، او حتى لو مرتين او ثلاثة في الاسبوع. طب هنيجي بقى للحاجة المهمة قوي اللي انا عملت الفيديو ده بسببها، وهي حساسية الجلد. يعني انا من الناس اللي بعاني من جزء شوية من الحساسية. بشرتي بتتأثر قوي بالشمس، يعني مجرد ما بطلع للشمس بتاخد لون، بتغمق، وبتبتدي ان هي يحصل لها حساسية حتى لو بسيطة، فبرضه هي بتضايق. في بعض الناس بيحصل لها حساسية صعبة قوي، يعني البشرة نفسها بتحمر وبيحصل فيها التهابات شديدة. بتقدر ان هي تتعامل مع قشرة البطيخ بكل بساطة. مجرد ان احنا هناخد جزء كده وهنبتدي نستخدمه بشكل بسيط جدا برضو بنفس الطريقة. يعني اللي بيبقى عنده كف الايد او بشرة الوش بس زي كده هو اللي بيتأثر، بيبتدي ان يعمل كده، يستخدم القشر بشكل دائري على الجزء اللي متأثر من الشمس. دي بطريقة بسيطة جدا، بس تأثير الحساسية بيروح. برضو الناس اللي هي بتلبس نص كم، يعني بيبقى في ناس عندها في ايديها الجزء اللي فوق من الايد ده بيحصل له حساسية وبيحمر جامد، وبيعاني من الموضوع ده طبعا، لان بيبقى مصاحب بألم طبعا من الالتهابات اللي نتيجة الحساسية. برضو بيمرر القشرة بنفس الطريقة. مجرد ما هيستعملها مرتين ثلاثة مش هيلاقي الحساسية دي ليها أثر نهائي. ده كان بالنسبة للمية ولقشرة البطيخ. طيب احنا لو حبينا ان احنا نستعملها كماسك للبشرة، مش تدليك بس كده، احنا نقدر ان احنا ناخد الجزء الابيض ده بس، ده كده، وهنقطعه لحتت صغيرة وهنفرمه في الكبة بشكل ناعم. ومجرد ان احنا بس نبقى نايمين على ظهرنا هنعمل الماسك، يعني الوش يبقى بشكل مايل لتحت. هنفرد الجزء اللي احنا فرمناه ده من القشرة البيضة، هنحطه على البشرة ونسيبه لفترة نص ساعة مثلا. بعد كده هنغسله. في بعض الناس بتفضل ان هي ما تغسلوش، يعني تعمل بس مش القشر بقى، اللي هي المية، تمسح الوش بمية البطيخ وبتنام بيه طول الليل. ده بيعمل شد جامد لبشرة الوش. ده اللي بيفضل ان هو ينام بيه، لكن يعني انا شخصيا مش بفضل حكاية ان انا اقعد بيه طول الليل. حسب ما احنا بنفضل هنقدر ان احنا نتعامل مع اي طريقة، لكن الطريقتين ليهم نفس الفوائد بنفس النتيجة. لكن في بعض الناس بتقول ان لما بيبات بيه طول الليل الفوائد بتاعته بتكون اكتر، او النتيجة بتاعت الماسك بتكون اكتر. ان احنا نستخدمه للشعر، هل هو مفيد للشعر؟ اه طبعا مفيد. برضو بنفس الطريقة الجزء الابيض ده بنفرمه ناعم جدا، بس هنضيف له يعني كمية بسيطة من المية علشان يكون سايل اكتر، وهنصفيه من
الاجزاء اللي هتفضل مكان الفرم، علشان طبعا يبقى سهل ان احنا نغسله من على الشعر او نشطفه من على الشعر. بعد ما هنصفيه كويس قوي، بناخد اللي هي السوائل اللي طلعت مكان الفرم من قشر البطيخ، وهندلك بيه فروة الشعر كويس قوي قوي قبل ما نغسله بحوالي نص ساعة. وممكن اقل كمان لو حبينا. مجرد احنا هنعمل له عملية تدليك كده بسيطة لدقايق. بعد كده هنغسل الشعر بالشامبو اللي احنا متعودين عليه، وكده هنستفيد من فوائد قشر البطيخ للبشرة وللشعر كمان. بكده انا اتكلمت عن البطيخ، وطبعا فوائده كلنا عارفينها، وانا اتكلمت عن جزء بسيط منها في اول الفيديو. لكن كان مهم جدا ان انا اتكلم عنه، ازاي هو مفيد للي بيعاني من حساسية الشمس. كمان اتكلمنا ان هو مفيد جدا للبشرة، سواء ان احنا نستخدمه لايدينا او لبشرة الوش. بيقلل من علامات الشيخوخة، بيعمل شد طبيعي للبشرة، بيوحد اللون. فوائده كتيرة جدا جدا. نقدر نستعمله للشعر زي ما قلت بطريقة بسيطة. مفيد جدا للشعر والفروة الراس. نقدر ان احنا نستخدمه بطريقة بسيطة من غير اي تحضيرات ولا تجهيزات كتيرة معقدة. نقدر ان احنا كمان نحتفظ بيه في الفريزر في مكعبات، نجمدها ونستعملها وقت ما نحب. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه اللي بيشوفها لاول مره، وشير علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله.